ربيعية فول أكلة تراثية فلسطينية، وبتوقع في أغلب مدن بلاد الشام سموها ربيعية لأنه ستات فلسطين باخدوها معهم على الشطحات أول الربيع، تؤكل مع سلطة الجنانة أو سلطة الراعي مع لبن وزيتون ومخللات. وهي بتختلف عن مقلوبة الفول. المقلوبة أي إشي فيه لحمة أو دجاج، لكن ربيعية الفول مثل المجدرة ما فيها لحمة حتى ما تخرب بالشمس. بنقع رز مصري حوالي ساعة، مش رز حبة طويلة. الأكلة سهلة كتير. بعد ما قمعت الفول غسلته تحت الحنفية وصفيته شوي من المي، حتى لو ضل شوية مي معلش، وحطيت زيت زيتون وحبة بصل مفرومة فرم خشن معلش رح تدوب، ونطجنهم مع بعض الفول مع البصل ويضل لونه أخضر. بغطيهم وكل شوي بفقدهم وبقلبهم على الخفيف. حطيت ملح وفلفل أسود بعطي طعم كتير زاكي، والبهار وشوية كركم وكمون، وبقلبهم وبرجع بغطيهم حتى يدبلوا مع الاحتفاظ باللون الأخضر. بضيف عليهم مية سخنة علشان نفلفل الرز بالطريقة التقليدية اللي بنعرفها، عيار المي. وإذا بتحبوا بمرقة لحمة ممكن، لكن الربيعية الأصلية كانوا يعملوها بالمي. بضيف الرز اللي كنت نقعته وصفيته من المي. بتكون طبعا النار عالية مثل أي رز منفلفله. أول 10 دقايق من قلبه هيك شوي على الخفيف، لأنها مثل المجدرة مش مقلوبة. نخلط الرز مع الفول ونغطيه وعلى نار عالية. بعد 10 دقايق بنشوف إنها المي شوي نشفت، بنقله على نار هادية لمدة نص ساعة على هينته. وبضيف ملعقة سمنة سواء نباتي أو بلدي، بس الأفضل تكون بلدي علشان تعوضنا الدسم اللي استغنينا عنه سواء لحمة أو مرقة لحمة. فهاي معلقة السمنة بتعطينا شوية دسم للأكل. بنغطيها، وبهذا الوقت بنعمل سلطة الراعي أو سلطة الجنانة، اللي هي عبارة عن بندورة مفرومة، بضيف عليها بصلة مفروم ناعم وملح وسماق ملعقة كبيرة، وشوية ليمون، نص ليمونة حسب كمية البندورة اللي عندكم، وشوية زيت زيتون برضو حسب كمية السلطة واختياري مثل ما بتحبوا. وهيك صارت الربيعية جاهزة، مثل ما بقولوا كل رزة وأختها، يعني مش مخبصة. ومثل ما قلنا تؤكل مع سلطة الراعي اسمها تاني الجنانة، ولبن. أي مخللات عندكم، ممكن إضافة حبات لوز مقلي نعزز الطعم، لأنه مثل ما قلت لكم الربيعية الفول ما فيها لحمة. وهذا الفيديو توثيق على ربيعية الفول إنها مثل المجدرة، وهي مختلفة عن مقلوبة الفول اللي كتير عم يعملوها على أساس إنها ربيعية الفول مع لحمة. ربيعية الفول بدون لحمة. هي مبدأها إنه في الأيام اللي ما عندهم لحمة أو دجاج كانوا يعملوا ربيعية فول. وممكن أيضا إضافة لحمة فرمة على وجه الرز اختياري، لكن طعم الفول بيغني عن طعم اللحمة، والأكلة مناسبة كتير للناس النباتيين. عقبت عليكم بالعافية. تحياتي عريب العزيزي.